يابا ما انا قلت لك من زمان تشجيع النادي ده هيجيب اكلك. شفت شكلك بقى عامل ازاي، عجزت بدري بدري. يا نهار ابيض. فاكرها بالسهل؟ ها؟ فاكرها بالسهل صح؟ انت ما جربتش ما دقتش. ما انا خليتك من صغرك في بقك معلقه دهب اسمها النادي الاهلي. ما عودتكش على تشجيع نادي الزمالك، ما رضيتش. الناس بقت بتستغرب تقول لي انت زملكاوي متعصب زيك يطلع عياله اهلاويه. بس الاب عايز ايه؟ عايز ابنه احسن منه. انما انت لو كنت جربت اللي انا جربته، بس اعمل ايه؟ ما انا قدري كده. وعيت على كره القدم. يعني ايه كره القدم؟ شجعت نادي الزمالك عشان كان في افضل حالاته، ففضلت في تشجيع نادي الزمالك وما اقدرش اغير تشجيع نادي الزمالك. لو هيحصل لي ايه يا ابني؟ مش هبطل تشجيع النادي ده، حبه وعشقه بيجري في دمي. اعمل ايه؟ يابا يعني واحنا صغيرين خلتنا انا واخويا نشجع الاهلي ونحب الاهلي على الرغم منك زملكاوي متعصب. طب انت دي ما خليتكش تتعلم حاجه يابا؟ ما خليتكش ان انت تفكر تبقى معانا في المركب الكسبانه على الحصان الكسبان؟ يلا مش عارف يابا بجد. اديك بتقول يا ابني، اديك بتقول انا اللي خليتك تشجع النادي الاهلي، يبقى تشكرني عشان انا ما رضيتش اخليك زيي، عشان الاب عايز ابن احسن منه. خليتك تشجع النادي الاهلي عشان ما تشوفش تعب الاعصاب اللي احنا بنشوفه، وما تشوفش النكد اللي بيحصل معانا، وما تشوفش الفصول البايخه بتاعت نادي الزمالك، وما تشوفش اللي بيحصل في نادي الزمالك ويتحرق دمك. فخليك يا ابني تشجع في النادي المستقر، شجع في الحصان الكسبان. والله يسهل لكم يا عم، الله يسهل لكم.